بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدت حضراتكم أعزائي المشاهدين إن في تهنئة قلبية من خلال صفحتي على الفيسبوك وقناتي على اليوتيوب لجمهور نادي الزمالك الكبير جدا، وعلى مستوى الوطن العربي وعلى مستوى مصرنا الحبيبة. والحقيقة فعلا أنا سعيد سعادة غامرة بهذا الفوز لنادي الزمالك، والحقيقة فعلا انتصار كبير جدا. وبعد فترة غياب لنادي الزمالك قدر نادي الزمالك ان هو يعود مرة اخرى وتربعه على قمة القارة السمراء. اذا قلنا ان الكرة المصرية هي عبارة عن منتخب مصر وناديي الاهلي والزمالك اللي هم اكثر شعبية على مستوى مصر والوطن العربي، في الحقيقة فعلا انا سعيد سعادة بالغة جدا بهذا الفوز. مش مجاملة في الحقيقة، ولكن حقيقة فعلا ان احنا سعداء بالحضور الجماهيري الكبير جدا اللي شفناه في استاد القاهرة الدولي، وايضا جماهير نادي الزمالك محتشدة خلف شاشات التلفزيون. الحقيقة فعلا سعادة بالغة جدا من جميع جماهير الكرة المصرية لجمهور نادي الزمالك وتهنئته بالفوز بهذا اللقاء الكبير جدا وحصوله على بطولة افريقيا. والحقيقة فعلا كانت مباراة صعبة جدا على نادي الزمالك، وقدر نادي الزمالك ان هو يتوج اخيرا بكأس افريقيا. الحقيقة فعلا مباراة كبيرة جدا أداها نادي الزمالك، وإن شاء الله زي ما فرحنا النهارده بفوز نادي الزمالك إن شاء الله يوم السبت القادم نفرح بفوز النادي الأهلي، ونشوف السوبر المصري الإفريقي ما بين الأهلي والزمالك إن شاء الله، ويتوج النادي الأهلي بطلا لبطولة الأندية أبطال الدوري، وتعود الكرة المصرية إلى سابق عصرها وتربعها في الطب على مستوى قارة افريقيا، وده بيعود بالنفع على منتخبنا الوطني. وان شاء الله بالتوفيق للعميد حسام حسن في قيادة منتخبنا الوطني في لقائي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم، وكل الدعم للعميد حسام حسن. مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك الكبير جدا. والحقيقه فعلا ان احنا سعداء كجمهور النادي الاهلي وكجمهور الكره المصريه بهذا الفوز، لان هو انتصار للكره المصريه وتربع نادي الزمالك وعوده نادي الزمالك مره اخرى كاحد اقطاب الكره المصريه وتربعه على القاره السمراء. اعزائي المشاهدين، الحقيقه فعلا مباراه كبيره جدا. مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك اللي كان خلفه في مدرجات استاد القاهره والمحتشد خلف شاشات التلفزيون. مبروك لجمهور نادي الزمالك، مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك، مبروك لجميع اللاعبين. اعزائي المشاهدين، الى ان نلتقي في انتصارات اخرى للكره المصريه، وانتصار تلو انتصار. النهارده نادي الزمالك، بكره النادي الاهلي، بكره ان شاء الله نشوف منتخبنا وصل لكاس العالم 2026. اعزائي المشاهدين، اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.